كان تحت، بس احنا كان معانا اكتر من كده بكتير. طيب القصله ديت مثلا تعمل لها كام يا ابو حميد؟ الأصل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا جماعه، اللي يعرفني يعرفني واللي ما يعرفنيش، انا اسمي احمد شويبس. طبعا بنعمل فيديوهات على اليوتيوب، والفيديوهات ديت بتبقى عباره عن مشاريع بنعملوها عملي ونظري، او نوع تجاره معين. المهم ان احنا اي حد من اسر قناه نجاح بلا حدود بيتفرج على الفيديوهات بتاعتنا دايما بيستفاد، يا اما بنوع تجاره يا اما بمشروع بنعمله عملي ونظري قدام الكاميرا زي مسلسل التلفزيون، عشان تعرف حكايه المشروع او نوع التجاره اللي احنا بنعمله. النهارده يا جماعه جايين بموضوع جديد، وطبعا بنوع تجاره جديد. طبعا معانا احمد السكندري، كلنا طبعا عارفينه وطلع معانا قبل كده كذا مره. والنهارده هنتكلم عن انواع التعابين وطبعا الاصالات. طبعا الاصالات ديت ابو حميد، وعندنا برضو انواع تعابين كتير احمد هيتكلم عليها بجميع مشتملاتها. ويلا بينا كده نشوفوا انواع التعابين واسعار التعابين وتجارتها بالجمله. ابو حميد، الاصله ديت انا شايف هنا الاصالات اللي هي طبعا بتبقى نوع. طبعا قبل كده اتكلمنا عن انواع الاصالات، اتكلمنا بقى عن انواع الاصالات وسعرها بالجمله، وانواع التعابين اللي هي صغيره. يا ريت الكاميرا برضو تجيب لنا انواع التعابين زي ما انتم شايفين كده برضو تحت، انواع صغيره وكبيره. ده تعبان بالسيور اللي هو التعبان الزراعي. التعبان دوت كل ده ابو السيور. اتكلمنا عليه قبل كده كذا مره، هنتكلم عليه تاني النهارده برضه. هو تعبان محبوب جدا للمبتدئين. ودوت ده الاصل الشبكيه. الاصله الشبكيه، بس على فكره شكلها يعني شكلها حلو جدا وليها الوان. من الاصلات الجميله جدا والمميزه جدا. انا شايف اصفر ونقشاتها ونقشات يعني في منها طفرات بسم جميله الله ما وفي شاء منها الله رسومات يعني. جميله. طبعا الاصالات ديت يا ابو حميد طبعا على حسب الحجم وعلى حسب الاصلات بتيجي هنا في مصر كلها استيراد طبعا، قليل قوي اللي بيتفرخ هنا في مصر. طبعا ديت بقى ايه يعني؟ طبعا استيراد ولا دي استيراد. دي استيراد. دي استيراد. استيراد. اللي بيتفرخ هنا في مصر اصلا تانية اسمها برميه، اللي هي البرميز بايسون. في طبعا البول بايسون، في البرميز بايسون، في الشبكيه، في روكو بايسون، في كذا نوع اصلا هنا في مصر. في طبعا البوات اللي بتولد مش بتبيض، البوات الكونستراكتور. في تعابين بتولد مش بتبيض. في تعابين مصريه بتولد مش بتبيض اللي هي الستاند بو، كنا مطلعنا في الفيديو اللي قبل كده اللي هو تعابين الستاند بو. طبعا يا جماعه الفيديوهات بتاعت التعابين اللي هي قبل كده ان شاء الله هنسيبها لكم تحت في الديسكريبشن تحت، هو ورقم احمد السكندري لاي حد عايز اي استفسار، او اي حد عايز ان هو طبعا يتاجر في الحاجات ديت. وبالنسبه للتعابين برضو احنا كان في انواع تانية غير ديت احنا كنا قايلينها. بتاع حوالي 27 نوع من التعابين. في ابو السيور، في الارقام الصحراوي، في ابو العيون، في الخديري، في انواع كتير في مصر طبعا. طبعا الانواع اللي احنا بنبيعها غير سامه. غير سامه خالص، تنفع للمبتدئين. الانواع السامه بتتباع زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهوت، مفيش اي خطوره ومفيش اي حاجه. بس كل اللي فيه اللي هي ساعات كتير قوي بيبقى بيعض،
بس دي حالات نادره جدا يعني. لكن العض بتاعه ما فيهوش اي مشكله. العض بتاعه بيبقى خربوش صغير خالص. خربوش صغير خالص، لكن هو ما فيش اي خطوره ان هو خالص للموت يعني، ما يؤديش لا للموت. طبعا في طبعا تعابين كتير بتؤدي للموت، بس طبعا مش التعابين دي. احنا التعابين السامه زي اللي عرضنا قبل كده، الكوبرا اللي هي اللي طلعناها قبل كده. ايوه دي طبعا بتموت. الكوبر طبعا والتعابين السامه ما بتتباعش غير للمعامل والمتخصصين فيها بس، او او اللي عايز يطلع دهن او الدهن زي ما احنا طبعا شفنا قبل كده. واللي ما شافش طبعا الفيديو هنحطه تحت في الوصف. في الاصالات دي، الاصالات دي معدومه السم خالص، ما فيهاش خلايا سم نهائي. ما فيهاش خلايا سم من حتى من جوه بقى. في ابو السيور، ابو السيور اللي هو ده معتدل السمان. طيب احنا دلوقتي بالنسبه دوت كده عمره قد ايه الاصله دي؟ لا ما حدش يقدر يحدد عمره، محدش يقدر يحدد عمره، لكن حتى لو بالويم دي ممكن في حدود 4 سنين. يعني في حدود 4 سنين، لكن انت ما بتبقاش متاكد. دي طولها حوالي 2 متر. 2 متر تطلع من البيضه في حوالي 50 سم. يعني وريه لهم كده يعني للناس زي ما انتم شايفين يا جماعه. امسك كده الديل، شوفوا بقى برضه للناس. دي حوالي 2 متر كمان، ممكن ازيد. يعني اطول مننا كمان. اطول مننا طبعا. اكتر من 2 متر. يعني بص كده اهي. اطول لا اطول اطول من 2 متر بالظبط زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. طيب هات ده كده. طبعا الشبكيه بتوصل اطول اكتر من كده، بتوصل ل 6 متر. 6 متر. وده ده تعبان من التعابين العاصره طبعا. ده تعبان عاصر مش سام. تعابين العاصره اللي هي بيتلف على الفريسه بتاعتها. بالظبط، بيلف على الفريسه الاول، بيعصرها، بعد كده بيبدا ياكلها. طبعا احنا عارفين اللي هو الاكلات الوجبات بتاعته لازم تكون حيه. الحجم ده كده ممكن ياكل مثلا سمانه كل 10 ايام او كل 15 يوم، ممكن فرخه صغيره، ارنب صغير كل 15 يوم او كل اسبوع. كل اسبوع او ممكن كل 10 ايام حسب الوجبه اللي انت بتقدمها له. لو الوجبه كبيره ودسمه ممكن يقعد عليها 15 يوم. لو الوجبه صغيره. طب انت بتعرف ازاي ان هو جعان؟ لما يعمل افرازات، لما تلاقيه مثلا خرج اللي هو الاكل اللي اكله. خرج الاكل اللي اكله اللي هو ايه مثلا؟ العظم يعني مثلا؟ لا بيطلع بقى الحاجات يعني. مثلا انت لو مأكله مثلا فرخه مثلا بتلاقيه مثلا طلع مثلا الريش ببقيه بيرجعه تاني. مش بيرجعه، بيخرجه كأن بيخرجه. يعني بيعمل مثلا زي حمام يعني. بيبقى ريش. ده بالنسبه للي هي لو بتاكله ريش. لكن لو بتاكله بيخرج الفضلات. لكن بتاكله فران وكده وارانب، هتلاقيه مطلع الشعر بقى كور كده لوحدها. ده اللي هو الاصله. في ابو السيور اللي بيحب برضه يبتدي بانواع. في ابو السيور كده طبعا كنا طالعين فيه. اسعار من فرنج 30 50 لحد 200 جنيه. 30 و50 لغايه 200 جنيه. يعني انت مثلا انا عايزك يعني تاخد تعبان كده باحجامهم وتوري طبعا للمشاهدين. الصغير مش موجود في ده كده مثلا. ده حوالي متر و10 مثلا. او حوالي متر. ده كده متر و10. يا متر يا متر و10 فرنج. ده مثلا نقول هيبقى عامل مثلا في حدود 80 ل 100. من 80 ل 100 جنيه. 100 جنيه. تمام. في مثلا احجام اكبر، حاجات كده مثلا. حاجه اكبر من متر و20. ده اكبر من ده. 20 في الرينج ده. ده عامل كام يا ابو حميد؟ في حدود 150 جنيه. ايه؟ في حدود 100 150 جنيه. 100 150 جنيه. كده مثلا اهو برضه كل ده كسر المتر. كل ده كسر المتر. طبعا يعني على حسب توصل لحد متر و60. وبتدخل عن كده ياما. طبعا كنا مصورينه قبل كده حاجه اكبر من كده بكتير. طبعا في هنا كمان اللي هي السحال الصغيره. السحال الصغيره اللي هي التعابين بتتغذى عليها مع الفئران. دي سحليه انت حاططها علشان خاطر تتغذى عليها. بالظبط. يعني كوجبه يعني. بالظبط. وجبه طبعا مش خطر خالص ومش سامه. حتى لو عضت بتبقى عضتها. هم بقى بيفضلوا يعني بتفضل قاعده معاهم في الحوض لغايه لما طبعا يجي لهم مزاج بقى ياكلوا بقى. اهم حاجه تظبط لها درجه الحراره وكده حتى تتغذى على طول. ده ابو السيور. ده يعني ما ياكلوش غير اللي هي السحالي الصغيره دي. سحالي وفئران عصافير صغيره، الحاجه اللي تقدر تخش في بقه. يعني علشان خاطر الحجم. لكن دي لكن الاصالات دي ممكن تاكل سمانه، ممكن تاكل حمامه، ممكن تاكل فرخه. حجم اكبر من كده تاكل بطه كبيره. طيب الاصله احنا سعرها يا ابو حميد ولا يعني الاصله ديت طب الاصله ديت بقى تعمل لها مثلا كام؟ الفأس بتاعها قبل مثلا اي حاجه انا عايز بس اعرف ان في يعني زي قشر كده انا واخد بالي منه. هي بتغير جلد. بتغير جلد. هي متعصبه شويه، هي بتغير جلد.
يعني الكاميرا كده تقرب لينا يعني اهوت يا جماعه، وري كده الكاميرا مطرح ما الجلد متقشر. الراسه من هنا اهي. طبعا معنى ان هي بتغير جلد معنى ان هي بتكبر يا ابو حميد. طبعا مساحتها بتكبر. التعبان اللي بيغير جلد مساحته كويسه جدا. اهو بص القشر من هنا اهو. الشبكيه يعتبر من اشهر انواع الاصالات اللي دخلت مصر، اللي هي ديت الشبكيه. الشبكيه اسمها الشبكيه. الاصل الشبكيه. الاصله الشبكيه. الشبكيه لو مفيش اهتمام فيها بتبقى شرسه جدا، بس طبعا ده عشان مهتمين بيها كويس. نوع الشراسه بتاعتها بتبقى عامله ازاي يا ابو حميد؟ بتعض. عضه مفيش منها اي اللي هي تعور يعني، بس لكن يعني هي ما عضة تقضيش. العصفوره يعني ممكن تكون عضه العصفوره تكون اخطر منها. عضه العصفوره تبقى اخطر منها. اساسا سنانها زي الشوك، حاجات بسيطه خالص هنا اهي. شوك. كنا باينين عضه التعبان في الفيديو اللي فات من ابو السور. ايوه اللي هو اللي كان تحت، بس احنا كان معانا اكتر من كده بكتير. طيب الاصله ديت مثلا تعمل لها كام يا ابو حميد؟ الاصلات بتبدا من اول 1000 ونص لحد بقى وانت طالع. من 1000 ونص لحد 1000 ونص ده اللي هو الصغير خالص. اللي هو الصغير، الاصالات الصغيره خالص. وانت طالع بقى حسب طلب. طبعا ديت علشان بتبقى مستورده. بالظبط مستورده. وكمان اللي عايز يجيب اصالات صغيره ويكبرها فكره مربحه جدا. طيب والاصله اللي معانا ديت مثلا كاسيه، يعني عشان خاطر برضو الناس اللي بتشوفنا، ودي طبعا كل الاسعار اللي انت بتقولها ديت اسعار تجاريه، يعني اللي عايز يتاجر في الحاجه ديت. يعني دي 2 متر 2 متر كاس تعمل لها من رينج مثلا من 4 ل 4 ونص. 4 ونص 4000 4000 ونص للاصله ديت، اللي هي طبعا اكتر من 2 متر. وطبعا ديت غاليه يا جماعه علشان خاطر طبعا بالنسبه مش غاليه بالنسبه للي فاهم لموضوع اللي فاهمها ومدور فيها كويس. بالنسبه له مش غاليه، بالنسبه له سعرها كويس جدا. السعر كويس جدا. دي ممكن سعرها يوصل لحد 6000 جنيه في البيع عادي. 6000 جنيه دي مالهاش سعر محدد حسب اللي بيربيها. طبعا يا ابو حميد مفيش اي خطر من التعابين ديت، واحنا طبعا بنوضح الكلام دوت. وطبعا الحاجات ديت ممكن بتتباع في المحلات اللي هي بتاعه الزينه، العصافير والكلاب والقطط والحاجات ديت. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، احنا النهارده كنا حلقه عن التعابين. وعلى فكره احنا مصورين مع احمد السكندري حلقات التعابين وحلقات الكبر، وطبعا كل الحلقات بتاعه التعابين هسيبها لكم طبعا في الديسكريبشن تحت. وطبعا ما تنسوش ان دوت نوع من انواع التجاره اللي احنا طبعا بنقولوه دوت، لان دي برضو يعني برضو مصدر اكل عيش للناس. وطبعا اي حد برضو هاوي او عايز ياخد مثلا حاجه زي كده لنفسه، هيكون برضو عادي، احمد برضو هيتعامل معاه. واي طبعا سؤال يعني اي حد عايز مثلا يسأل احمد سؤال، احنا ما بنتأخرش عن اي حد. وما تنسوناش طبعا في اللايك سبسكرايب لو الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.